إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين. يا صباح البركة والخير، صباح النشاط، صباح يوم الجمعة، يجعلها يا رب جمعة مباركة عليكم وتنعاد عليكم بالخير والبركة والرزق وكل حاجة حلوة على عيونكم يا رب. قمت بقى كده الصبح بدري علشان ننشط كده، وانا كنت عايزة ان يعني صلاة الجمعة تتأذن اكون انا مخلصة كل اللي ورايا. فانا كان ورايا المطبخ اول حاجة، وفضيت الصابون ده. بصوا ده محمد جايب لي 3 كيلو صابون، الكيلو عامل 7 جنيه. بصوا يا جماعه هو جميل اللي هو جميل يعني. حتى بصوا انا بوريكم هنا مكان القمع، بس حطيت ميه وبدات بقى اعمله. عايزه اقول لكم عمل ملل الطبق رغاوي، وكمان الطبق هتشوفوا في نصه وانا بغسل مواعين الميه اللي فيه خلصت، حطيت عليه ميه تاني وبرده بقى يدي رغاوي معايا عادي. فهو جميل ومش بيتعب الايد، ودي احسن حاجه فيه. غسلت بقى المواعين. كان عندي شويه مواعين قليله. الاول طبعا انتوا عارفين انا بغسل الحوض كويس قوي الاول، وبعديها اغسل بقى المواعين عشان انا برص المواعين على الحته اللي جنب الحوض. بصوا انا كنت حاولت احط عليها الورق اللي بيلزق، بس هي للاسف فكره فاشله، لان هو مش حته واحده، هي مجزعه، فالميه كانت هتخش من التجزيعات دي، فحسيت ان هي لا مش احسن حاجه، بس هي على الرخامه الصراحه تحفه. غسلت بقى المواعين كلها. عايزه اقول لكم ان انا ما كانش يعتبر ورايا غير المطبخ بس، لاني انا كنت امبارح كنت اجازه، قمت بدري عملت الشقه. بس مش اشتغلت، انا كنت بتدرب كده في مكان ربنا ما اكرمش يعني ان انا اكمل فيه، بس الحمد لله يعني برضو كل اللي ربنا يجيبه حلو. بس كده انا غسلت بقى المواعين وغسلت الحوض وغسلت الحنفيات بتاعه الحوض، خليت الحوض زي الفل، وغسلت كمان الحته بقى اللي انا عملت بيها، وبعديها مليت الازايز. انا ما عنديش كولر ميه، بس يعني ان شاء الله مع الوقت نجيبه، بس للاسف حاجه متعبه جدا ان كل شويه املى ميه دي. مسحت الارض بقى كويس، وكنت قبلها مصبنه الرخامه. وبعديها بقى طلعت بخور علشان نبخر بقى الشقه. تمام. انا خدت اللي هو البلاك مسك، اللي هو المسك الاسود ده، ريحته بيبقى حلوه جدا جدا. انا ولعت 3 علشان هتشوفوا، هحط واحده في السفره، واحده في الانتريه، وواحده في المطبخ. بصوا كده المطبخ كان بقى ايه فل. خلاص كده بقى كنت بسمعكم بس اذان الجمعة خلاص كده أذن، فكنت الحمد لله خلصت بقى كل حاجة وظبطت بقى هنا الشقة. بصوا اللي في الأرض دي يا جماعة مش حاجة وحشة، هي أنا في حاجة فرشاه على السجادة عشان السجادة ما تتبهدلش. أنا ما عنديش كفر سجاد، بس دي أنا فرشاه بستخدمها ككفر سجاد. تمام. في حاجه تانية بس عايزه اقولها لكم، لو حد عنده معلومه، انا قفلت الشباك ليه؟ لان للاسف في زي عش نحل او عش اللي هو دبور فوق الشباك، وانا مش عارفه ده يمشي ازاي. لو حد عنده معلومه قولولي. بس قلت بقى احضر الفطار. كان عندي جبنه قريش في التلاجة، فقلت استغلها وهعمل شويه جبنه تحابيش. حطيت الجبنه القريش وحطيت عليها شويه فلفل الوان، اللي عندك بقى احمر اصفر اخضر، الفلفل اللي انت عايزاه، وحطيت عليه حبه البركه وزيت كتير، ونزلت عليه بشويه ميه. لو عندك لبن يبقى احسن بمليون مره. وهحط عليها بقى ملح على حسب الجبنه اصلا اللي عندك ملحه ولا لا. يعني الجبنه اللي كانت عندي دي كانت عادبه، فحطيت لها شويه ملح كتير يعني مش قليل، عكس بقى لو انت اصلا الجبنه جايلك ملحه، فمش هتحتاجي انت تحطي لها كل الملح ده. تمام. عايزه اقول لكم كانت تحفه. انا اصلا ما قدرتش استنى لما احضر باقي الفطار. انا عملت لي ساندوتش وكلت وانا واقفه، لان انا بحب الجبنه دي جدا، وبالذات بقى ان هي لسه عاملاها فريش بتبقى حلوه قوي. وكمان لو انت عايزه تزودي عليها شويه زعتر، شويه زيت زيتون، برضو هتبقى حلوه جدا. فهي جميله وموفره وموجوده حاجه كده موجوده في البيت. انت بتحولي الجبنه القريش اللي محدش بيحبها لجبنه لذيذه كله بيحبها.
عملت لهم بقى مع الجبنه شويه فول بقى وطعميه وبتنجان، يعني المهم ان انا ظبطتهم. يعني يوم الجمعه بقى انتوا عارفين فطار يوم الجمعه بالذات بيبقى محتاج يبقى فطار دسم. مهم جدا بقى على الساعه 4 كده لقينا طنط بتتصل بينا، ربنا يبارك لها يا رب ويخليها. بعتلنا بقى زياره حلوه كده، قالت لنا حد بقى ينزل ياخدها شويه مانجا بقى من اللي قلبكم يحبوهم. يعني قطعت بقى لمحمد منجايه، والبذره بقى كانت من نصيب انا وسليم طبعا، علشان يعني احنا واقفين بنقطع مش هنقطع وخلاص. دي يعني المانجا بتاعت محمد، يعني حاسه ان يزوكا صالحه سيكا، يعني سيكا شويه حاسه مش متاكده ان زوجة صالحه، يعني حاسه. سليم بقى كان عايز المانجا بتاعته عصير، ما كانش عايز ياكلها كده، فحطيت له بقى عليها شويه سكر وميه. انا ما حطيتش سكر كتير لانها هي الله اكبر جايه مسكره جدا. فعملت المانجايه دي ليا انا وهو عصير، يعني هي قعدت معانا طول اليوم، بقينا طول اليوم عمالين نشرب بقى. وهنا كنت متقلاها قوي شويه وخففتها تاني لان هي الشاليمو بتاع الكوبايه بتاعته مش طالعه منها المانجا، فخففتها له شويه. بصوا دي الكوبايه بتاعته، هو ما بيشربش عصاير غير فيها، خلاص هي بقت ماركه مسجله عندنا. خلصنا بقى وقعدنا بقى عملنا الواجب بتاع قبلها بيوم. بصوا احنا اول مره نمسك قلم، يعني كل اللي فات دوت كان هو يعني هو ماسكين ايده، بس هو الحمد لله يعني واحده واحده بيتعلم. بتاكل ايه يا سليم؟ حطهاش هنا. بتاكل ايه؟ قلنا بقى نطلع نقعد في مكان كده، ده طلبي انا. شايفين الناس لما بيجي بيطلب حاجه كده، ده ايس كريم لسليم وبابا سليم كوبايه شاي كده بقى اليوم خلص. بصوا يا جماعه انا ما عملتش غدا لان احنا قبلها بيوم كانت طنط بعتالي محشي وفراخ فاتغدينا بيهم النهارده، فاليوم الحمد لله كان خفيف وقلنا بقى ننزل نغير جو. الحمد لله كان يوم حلو ولذيذ واتبسطنا. يا رب يا رب يبقى كل ايامكم حلوه وخفيفه وجميله. ما تنسوش بقى زي ما اتفقنا اللايك وسبسكرايب وشير كتير كتير كتير، وقولوا لي رايكم في المحتوى وبس كده. سلام.